السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. يلقاكم إن شاء الله هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة ريسيتا زين ستريم. غنحضر معكم اليوم هاد الطبق هذا كما كيتبين لكم في الفيديو. طبق صيفي خفيف لذيذ كيجي رائع بزاف، المكونات بساطين وموجودين في كل بيت إن شاء الله يا ربي. فغنقدم لكم هاد الطبق اللي كيجي خفيف. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير اللي هما ساهلين بزاف. عندي هنايا بيسي سبادا، الحوت ديال بيسي سبادا، وعندي الجامبا اللي غسلناها وقشرناها، الثومه والقزبور ومعدنوس مقطعين قطع صغيره. التوابل عندي جوج ديال الاشكال ديال التوابل، شويه يعني راس الملعقه ديال الابزار وديال الكمون وطبيعه الحال زيت الزيتون. صافي هادو هما المقادير اللي عندي هنايا. كنشبر مقيله ديالنا وكنوضعوا فيها بطبيعه الحال زيت الزيتون كيتواتى بزاف مع الحوت. وغنعمل الثومه اللي قطعتها هيدا، ما تحكوهاش يعني قطعوها قطع صغيره. وكان على بوطه مهيله نخليو ديك التويمه كنصوتيها مع الزيت بلديه، ما خصهاش الزيت بلديه تحرق. انا نقصت من البوطه، كنوضعوا ديك القزبر والمعدنوس اللي مقطعين قطع صغيره، شويه ديال الابزار والكمون. صافي هادو هما التوابل اللي تعملوا. ما تكثروش التوابل نهائيا، خصنا نصابوريارو ولا نحسوا بديك الطعم ديال السمك. صافي هذيك التويمه حسينا بها بانها طابت، كنوضع هنايا ديك الحوت ديال بيسي سبادا اللي مقطع قطع صغيره، وكنوضعوا المليحه بطبيعه الحال. ما تكثروش الملحه بزاف، لان حنايا ما غنمرقوا ما نعملوا حتى شي حاجه، وكنعرفوا بان الهضره د الحوت كتشبر الملحه بزاف، يعني كنعملوا شويه قليلا من الملح. صافي دخل معها شويه ديال الطياب، لان كنعرفوا الهضره د الحوت دغيا كطيب. كنوضع لها هنايا ديك الكامبا وكنزيد البوطه اللي باش ما خصنيش كنعرفوا لا نقصنا من العافيه. الكامبا كتطلق الماء بزاف وكتقصح، ف كنجهدو مزيان. وكامبا بطبيعه الحال داغيه كطيب، كنعلي البوطه على اعلى درجه، وغنضيف واحد خويط ديال زيت الزيتون. وصافي يعني في دقائق كتوجد هاد الوصفه هذه. صافي وجدت طابت بكل سهوله، يعني طويجن كيجي بنين ورائع بزاف. يعني غير جربوا هاد الخطوات اللي عطيتكم، ما تكثروش التوابل ما تعملوهمش نهائيا. شويه د الكمون، شويه د المليحه، تويمه، قزبر ومعدنوس، زويته بلديه. صافي نقدموا هاد الطبق هذا ديالنا في طبيصل، كيجي غزال وبنين بزاف، وخصوصا الا كان الحوت طري. عندنا كامبا طريه وديك بيسي سبادا كانت طريه، فاللي ما عندوش شي بيسي سبادا يقدر كان عنده ديك الهبره ديال الثوم حتى هي كتجي مزيونه. كنعملوا ديك المريقه ديالها لان زويته بلديه. صافي وكنعملوا لها شويه ديال نزوقوها هيدا بشرائح ديال الليمون. فهاد الطبق هذا كنصحكم توجدوه بهذه الطريقه هذه، لان كيجي غزال ومزيون بزاف لذيذ. طبق صيفي خفيف. كنتمنى هذا الطبق اللي اقترحت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوه ان شاء الله بالصحه والراحه. والسلام عليكم.